أنها كلها تصب في مصلحة الوطن أولا وأخيرا. لا شيء يعلو فوق مصلحة الوطن. وجودي معكم اليوم حقيقة وأنا لست من الذين يبخسون الناس أشياءهم. كلمة لا بد أن أقولها للتاريخ: ما كنت لأكون اليوم معكم، ما كنت اليوم لأكون اليوم معكم لولا أولا فضل الله تعالى والمجهود. حقيقة أقولها وأجهر بها مصداقا لقول الله تعالى: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. يعني إدارة السجون المتمثلة في الحقوق في شخص المندوب قام بمجهود كبير، وأنا أعرف جيدا لأن الأمور ليست بالسهلة التي يمكن أن يتصورها أي إنسان حتى تصل إلى مدينة الحسين. وهذا الفضل يعود أولا لله ولشخص المندوب ولكل الأطر الذين اشتغلوا إلى آخر الساعات من أجل أن تتحقق هذه الأمنية لحضور جنازة والد رحمه الله، الذي أسميه طبعا إذا قبلتم فضلا وليس أمرا أبو الأحرار والحرائر، لأن هذا الرجل نذر حياته في سبيل الوطن. وحينما أقول الوطن أقصد به صحراءه وجنوبه، شرقه، شماله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إكرام الميت دفنه. الأب ديالي يتواجد في المستشفى، العائلة تمشي للمستشفى وتجيبه، سيصلى عليه إن شاء الله في المسجد العتيق كما طلب منا والدنا، والدفن ديالو إن شاء الله سيكون في مقبرة المشاهدين.